وهلا والله بالفخمين، جبت لكم اليوم قصة ممتعة أتمنى تنال إعجابكم. فقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي، تذكر الله، تسوي لايك واشتراك، استمتع. في أحد القرى النائية كان هناك بيت قديم مهدوم يقع في عمق الغابة التي كانت تبتعد عن الأنظار، ولم يجرؤ أحد من أهل القرية على الاقتراب من هذا المكان. وكان الجميع يروي عن هذا البيت قصصا غريبة، قائلين إن من اقترب منه لا يعود أبدا. لكن مع مرور الوقت بدأ الفضول يزداد في قلوب بعض الأشخاص، وفي أحد الأيام قرر مروان مع أصدقائه أن يذهبوا في مغامرة يستكشفون عن هذا البيت المهجور ويستكشفون أسراره. وكان مروان معروفا بين أصدقائه بعشقه للمغامرات، وكان يعتقد أن كل ما يقال عن البيت ما هو إلا مجرد أساطير. جمع مروان أصدقائه سامي ومحمد ورانيا وانطلقوا نحو الغابة. وبينما كانوا يمشون عبر الأشجار الكثيفة بدأ الجو يصبح أكثر برودة، وبدأت أصوات الرياح تتغير كأنها كانت تهمس بأشياء غير مرئية. وكان الطريق صعبا بسبب الأشجار المتشابكة، لكنهم تابعوا السير حتى وصلوا أخيرا إلى البيت المهدوم. وكان يبدو أنه لم يمسه الزمن أبدا، وكان مغطى بالغبار والعفن لكنه لا يزال قائما. دخلوا المنزل بحذر، وعند أول خطوة داخل العتبة شعروا بشيء غير مريح. كانت الأبواب القديمة تعن عند فتحها، والأرضيات تصدر أصوات غريبة تحت أقدامهم. عيونهم كانت تتنقل بسرعة، ويشعرون كأن هناك شيئا يراقبهم. وفي أحد الغرف وجدوا صورة قديمة معلقة على الجدار، صورة العائلة كانت تعيش في ذلك البيت. كان هناك شيء غير عادي في الصورة، فقد كانت الوجوه مشوهة وأعينهم فارغة. وبدأ الأصدقاء يشعرون بشيء غريب في المكان، وبدأت رانيا تقول إن هناك شيء ليس على ما يرام. ثم ذهب الصوت الأول، صوت خافت جدا مثل همسات تأتي من الزاوية البعيدة في الغرفة. اقتربوا ببطء نحو المصدر، ولكن كلما اقتربوا كانت الهمسات تصبح أكثر وضوحا. وعندما دخلوا الغرفة الأخرى وجدوا سجادة قديمة جدا مغطاة بغبار كثيف، وعندما حركوها اكتشفوا بابا قديما صغيرا يؤدي إلى السرداب تحت الأرض. ولم يقدروا على مقاومة الفضول، ففتحوا الباب ودخلوا. وكان السرداب مظلما وباردا، وكان الهواء ثقيلا وكأن هناك شيئا غير طبيعي في الأسفل. وبدأوا بالنزول إلى الأسفل بحذر، وكلما كانوا يقتربون من القاع كان الصوت يصبح أكثر وضوحا، همسات غريبة تحيط بهم من كل زاوية. ثم فجأة شعروا بشيء لامس أكتافهم، استداروا بسرعة لكن لم يكن هناك أحد. لكن فجأة بدأوا يسمعون صوت خطوات خلفهم، رغم أنهم كانوا وحدهم في السرداب. وكلما أسرعوا في التحرك كانت الخطوات تقترب منهم أكثر. وفي لحظة أغمي عليهم جميعا، واستفاق مروان أولا، فوجد نفسه في مكان مظلم تماما، وكان يوجد في يده شيء بارد جدا. وعندما نظر إلى ما بيده اكتشف أنها قلادة قديمة جدا مرسوم عليها رموز غريبة. وعندما نظر حوله اكتشف أنهم عادوا إلى نفس الغرفة التي كانوا فيها، لكن كل شيء كان مختلفا. كانت الصور على الجدران قد تغيرت، والأثاث أصبح مكسورا وكأن هناك دمارا قد أصابه. وفجأة شعروا بشيء ثقيل على قلوبهم، وكانت هناك ظلال تتحرك على الجدران. وعندما نظروا إليها كانت الوجوه المشوهة من الصورة قد خرجت منها، وكانت العيون الفارغة تراقبهم وتحاول الاقتراب منهم. وحينها بدأ أحدهم بالصراخ، لكن الصوت كان خافتا كأنه محاصر في جدران هذا المكان المهدوم. وفي تلك اللحظة أدركوا أنهم كانوا في فخ لا مفر منه، وكانوا عالقين في مكان مسكون محاطين بأرواح العائلة التي عاشت هناك. وعندما حاولوا الهروب كانت الأبواب مغلقة بإحكام، والظلال كانت تتحرك بسرعة وكأنها تمنعهم من الخروج. ومع مرور الوقت بدأ الأصدقاء يتلاشى صوتهم وتقل حركة أجسامهم، وكانوا يقفون في نفس المكان في حالة من السكون التام، كأنهم أصبحوا جزءا من هذا المكان المهجور. وأخبرت القرية لاحقا عن اختفاء مروان وأصدقائه، وكان الجميع يعلمون أن ما حدث كان نتيجة الفضول الذي قادهم إلى ذلك البيت المهجور. ولكن لم تجرؤ أي مجموعة أخرى على محاولة استكشافه مجددا، فظل البيت في مكانه يخفي أسرارا مظلمة لا يستطيع أحد أن يفهمها. والبيت المهجور في الغابة لم يفتح مجددا، وأصبح مكانا منسيا لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، تاركا وراءه قصص عن أرواح تبحث عن ضحايا آخرين في الظلام. وسلامتكم. تابعين الغاليين، وجودكم فرحة سنين، لايك وكومنت منكم بس يكفيني ويخليني زين.
حب لكم ما له حدود، مع بعض دوما للأمان.